السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنصايب معكم صوص بيشاميل اللي كنحتاجوا ليها. درت هنايا معلقه كبيره ديال الدقيق ابيض صافي، كنبقى كنديرها في واحد الكاسرونه وكنبقاو كنحركوها هكايا حتى كتحمر لينا هاد الدقيق، ومن بعد نكمل معكم الوصفه. هنايا الدقيق ديالنا بدا كيتحمر، غنضيف ليه واحد المعلقه ديال الزبده وكنحركوه مزيان حتى كتذوب لينا ديك الزبده. نحاولوا نذوبوا ديك الزبده مزيان. صافي هنايا الزبده كما كتلاحظوا دابت ليا. غادي نضيف ليها نص لتر ديال الحليب. بالنسبه للحليب غادي نبقى ندير شويه بشويه وانا كنخلط. صافي هنايا غادي نبقى نحرك مزيان حتى كندوب داك الدقيق يذوب ليا مزيان مع الحليب، ومن بعد غنبقى نضيف الحليب شويه بشويه حتى نكمل داك نصف لتر اللي عندي ونرجع معكم. هنا القوام ديال لا بيشاميل ديالنا بدا كيعقد، غادي نضيف ليه الباقي ديال الحليب. وكنخلط مزيان حتى كيتجانس ليا داك الحليب مع الدقيق، ومن بعد غادي نضيف ليها شويه ديال الملحه. صافي هنا كنخلط كما قلت لكم حتى كيتجانس ليا داك الحليب مع الدقيق. صافي ومن بعد غادي نضيف ليها هنايا شويه ديال الملحه وشويه ديال الكوزه محكوكه وشويه ديال الابزار، غير راس معلقه د الابزار، ما نكثرش بزاف. صافي غادي نضيف هاد التوابل هادو، غادي نحرك الكوزه او جوز الطيب. صافي كنحركو مزيان حتى كيعقد لينا البيشاميل ديالنا. صافي وغنتلاقى معكم ان شاء الله. صافي البيشاميل ديالي ها هو وجد، كيجي على هذا الشكل هذا، تجي عاقده. وهنا كتخدموا به اي كراتان بغيتو، اي حاجه بغيتو ديروا بها كتوجدوا بها، كتوجدوا البيشاميل ديالكم بهذه الطريقه هذه. كيجي رائع وكيجي بنين بزاف. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وجربوه، راه كيجي زوين بزاف، كيعطي واحد المذاق رائع بزاف اللي كراتان ديالنا كيجي زوين. بالصحه والراحه.